هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو بنزله. هنعمل النهاردة بقى كيكة كده بطبقة من كريمة الحليب. بصوا، هي تشوفوها تقولوا ان هي مكلفة واتعملت بصعوبة، بس الحقيقة هي مكوناتها سهلة جدا ومتوفرة عندنا كمان. يعني بصوا انا هوريكم شكلها كده هتقولوا يعني ازاي طلعت بالمكونات دي. متوفرة عندنا بجد، وكمان اقتصادية وكبيرة، حجمها كبير يعني تنفع لعدد كبير من الأفراد. عيلة كده أو سهرة مثلا احنا والأصحاب ويعني قاعدين سهرانين نعملها كده، كل واحد مع كوباية القهوة بتاعته تعادل السكر اللي فيها. كمان سكرها يعني ممكن تقللوا السكر على حسب الرغبة في المكونات. سكرها خفيف وبجد هي لذيذة وحلوة قوي. كمان شكلها بجد حلو، تحسوا ان انتوا يعني عاملين حاجة حلوة كده. بس بجد هي سهلة جدا، يعني مكوناتها مش صعبة ومش كتير، حقيقي تستاهل التجربة. يلا بقى نشوف. اول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا 2 باكت من الفانيليا، ومعايا معلقة كبيرة كده مليانة من البيكنج باودر، ومعايا نص كوب من الكاكاو، ومعايا نص كوباية من الزيت، ومعايا بقى كوباية من السكر، و3 بيضات بحرارة الغرفة، ومعايا كوباية من الحليب. دي هي المكونات معايا. هعملها بقى النهاردة بالمضرب اليدوي عادي، عشان قلتلكم ان هي سهلة بقى، يعني بسرعة كده مش هتاخد وقت. ضفت البيض عليه الفانيليا وبالمضرب كده على طول، مش محتاجة مضرب ولا يعني خلاط. ممكن طبعا تضربوها في الخلاط اسهل لكم، بس هي يعني سهلة بجد. وبعدين هنضيف السكر بقى، ونفضل نقلب كده شوية لحد ما السكر يدوب معانا كده. هضيف بقى الحليب بتاعي كده، ونقلب يعني على طول كده. هنلاقي السكر خلاص داب معانا، ويعني الخليط بدأ يعني خلاص يبقى متجانس. ضفت بقى الزيت، قلبتها لحد ما الخليط معايا بقى فاتح كده شوية. خلاص بقى نبدأ نحط المكونات الجافة. لو انتوا مش ناخلين الدقيق لازم تنخلوه، لأي كيكة لازم تنخلوا الدقيق. بجد الخطوة دي بتفرق في أي كيكة وفي أي معجنات، بتدخل هوا كده في الكيكة ويعني بتخليها هشة. وبحب كمان انخل الكاكاو عشان بيبقى فيه ساعات كتل كده، فانا يعني خطوة مهمة ان انتوا تنخلوا المكونات الجافة. هنضيف بقى البيكنج باودر كده، ونقلب بقى الخليط ده بالراحة. نقلبه كده ويعني المكونات كلها تدخل مع بعض وتتجانس كده، بس واحنا بنقلب في اتجاه واحد وبالراحة، عشان الهواء اللي احنا يعني دخلناه واحنا بننخل المكونات الجافة كده يفضل زي ما هو. هنا بقى معايا الصينية بتاعتي. الصينية دي مقاس 35 في 25. بطنتها كده بالزيت والدقيق، ونزلت عليها بالخليط. هدخلها بقى الفرن لمدة نص ساعة، يعني 30 دقيقة، رف أوسط على حرارة 180. نص ساعة كده ونبدأ نشوفها، يعني ندخل الخلة بقى كده ونشوفها. لو طلعت خلاص نضيفة يبقى هي كده تمام. هنحضر بقى الخليط اللي هنسقي بيه الكيكة عشان تبقى هشة كده معانا وطرية كأن بناكل هوا. معايا كوباية من الحليب، عليها معلقتين من السكر، ومعلقة من الكاكاو. هقلبهم كده، والحليب يعني بحرارة الغرفة عندنا عادي. نعمل بقى الطبقة التانية اللي هي كريمة الحليب دي. انا معايا لتر من الحليب، ضفت له بقى 4 معالق من النشا و4 معالق من الدقيق، وكوباية من السكر.
السكر تقدروا تتحكموا فيه براحتكم، ممكن تضيفوا اقل ممكن تضيفوا اكتر، وانتوا بتقلبوها كده يعني دوقوها زي ما بقول لكم كل مره. لو حسيتوا ان انتوا عاوزين كميه سكر اكتر حطوا، لو خلاص يبقى تمام. انا بالنسبه لي كانت كويسه كده. وهقلبها بقى وارفعها على النار، هقلب المكونات الاول وبعدين ارفعها على النار لحد ما تتقل كده معايا، وابدا اطفي النار خلاص، واضيف بقى الفانيليا بتاعتي. انا المره دي ما حبيتش اضيف زبده عشان تبقى يعني تبقى معايا خفيفه كده. طبعا ممكن تضيفوا، لو هتضيفوا زبده ضيفوا مكعب من الزبده او معلقه كده كبيره من الزبده. دي الكيكه بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن. بجد يعني لو عملتوها وطلعتوها من الفرن حطيتوا كده ايديكوا تحس ان هي يعني هشة جدا، ما شاء الله بجد حلوة قوي. هضيف كده عليها الخليط، هنسيبها يعني مش هنضيف وهي سخنة قوي اول ما تطلع كده من الفرن. لا احنا كده بنطفي خلاص يعني الفرن، وبنسيبها في الفرن حوالي 10 دقايق عشان ما نخرجهاش على طول وتهبط. واول ما تخرج بنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة تستهدى كده، وبعدين بنضيف عليها الخليط ده. انما بقى الطبقة التانية دي اللي هي كريمة الحليب دي بنضيفها وهي سخنة، عشان لو سيبناها يعني تبرد هتعمل طبق كده وهتكتل معانا. لا بنضيفها وهي سخنة عادي، ما تقلقوش. وبعدين نبدأ نفردها بقى كده ونسويها، يعني نخلي الشكل لطيف كده. وبعدين بقى ندخلها التلاجة. سيبوها يا جماعة اطول وقت ممكن، يعني سيبوها ساعتين 3. ممكن تعملوها بالليل لتاني يوم الصبح. بجد كل ما قعدت في التلاجة كل ما كانت احلى واحلى. انا حبيت بقى من على الوش كده تكون سيمبل خالص، وما اضيفش بقى طبقات تاني ولا اي حاجة. ضفت كده رشة من الكاكاو. عاوزة اقول لكم ان رشة الكاكاو دي يعني عملت بالانس كده، ويعني عملت معادلة بين السكر والكاكاو كده. يعني الكاكاو فيه سنة مرارة شوية بس ما كانتش باينة خالص مع يعني طبقة الحليب دي، لان زي ما قلت لكم كان السكر بتاعها حلو او مسكرة شوية. بجد خلت الموضوع مش بيجزع خالص، ويعني مش بتصد كده، يعني تاكلوا منها وانتوا حاسين ان هي خفيفة عادي. وده طبعا مشكلة، يعني ناكل منها كتير بقى والدايت يبوظ، بس مش مشكلة. بجد حلوة قوي. بصوا شكل الطبقات حلوة، وسبناها في التلاجة تتماسك كده. بجد شكل الطبقات ما يقولش ان هي اصلا معمولة بالكميات او بالمكونات اللي هي متوفرة دي. الكيكة بقى عاوزة اقول لكم ان هي بجد هشة قوي. كيك شوكولاتة تحفة. بالمناسبة كمان دي كيك شوكولاتة ممكن تعملوها كده عليها اي صوص شوكولاتة او تاكلوها كده جنب الشاي او نسكافيه، برضو حلوة قوي. بجد تستاهل التجربة. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.